بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول لك يا علي شفني منكد في الحياة، والظروف القاسية جارت علي، والفؤاد يون من فرق أخوياه. راح ويا أخوك ما حد دام لي، وكل واحد كنت عايش أنا وياه، يا مرض يا مات يا سافر علي. ويا مرحبا، حياكم الله. طبعا عندي اليوم هذه الصني، طبعا شغل سمكرة وبوية السيارة كاملة. طبعا راح اشتغلها سمكرة وبوية السيارة كلها، الله يعينه. كان لو ناخذ فيها تقريبا من 8 أيام إلى 12 يوم إلا نخلصها بإذن الله. طبعا اليوم راح أبدأ فيها، راح أبدأ أفك الشمعات. طبعا الصدام هذا فيه كسور هنا وكسور هنا، راح أفكه، راح أسوي له الحام فيبر، ألحم الكسور اللي فيه. بعد كذا أركب الصدام. الشمعات طبعا أنزلها، الشمعة هذه أنزلها، الشمعات الخلفية كذلك أنزلها، وأبدأ صنفرة للسيارة كاملة. طبعا الصنفرة 300 لا إله إلا الله 320 الصنفرة البدائية 320، بعدين صنفر بال400. طبعا الكبوت، الرفرف اللي هناك والرفرف اللي هنا، هذا سبق واشتغل عامل قبل، وعساس كذا مليان معجون، يعني هذا كله مليان معجون. يعني الأفضل يكون كبوت ورفارف جديدة، لكن تعرفون أسعارها غالية، فراح أجتهد فيها، أحاول أني أخفف من المعجون الموجود وأصنفر ونعم. وبعد كذا أبدأ أرش السيارة كاملة. ويا مرحبا، حياكم الله. طبعا راح تاخذ مني تقريبا 8 أيام إلى 12 يوم تقريبا. مو بس البوية السيارة، حتى الجنود، يعني الجنود راح أصنفرها وراح أرش بوية كمان، والله يعين بكر. كذلك الصدام هنا، الصدام برضو هذا معجون 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 بشكل، شوفوا السيارة كلها معجنة، يعني إذا ما كان فيها 3 كيلو 4 كيلو معجون، فراح أبذل جهدي فيها بإذن الله. بإذن الله قدر المستطاع راح أبذل جهدي فيها، وإن شاء الله إن شاء الله تطلع بالشكل المرضي، 70% إلى 80% إن شاء الله مرضي بإذن الله. ونقول بسم الله ونبدأ. طبعا الشمعات فكيتها، الشبك فكيته. طبعا ليش فكيت أنا الشبك، خاصة الشبك؟ لأن هنا في كسر، هذا في كسر، راح أسوي له الحام فيبر من جوا بالنار، أطبقه كويس والحمه من جوا الجنب هذا ومن هنا برضه، وخلاص الشبك هذا بيكون برا على طول، الشمعات بتكون برا على طول. أبدأ بعدين أصنفر السيارة وأصنفر الصدام والشغل كله وأرش. بعد كذا أركب الشمعات وأركب الشبك. لكن أنا كنت بطلع الصدام، لكن الصدام يا رجل أنا ما أدري شلون مركبينه، بس بالعافية مركب، هذا كله مسامير وتوليفات، فأساس كذا أنا ما راح أفك صراحة، مولف توليف الله عالم به. فراح أسوي الكسر، أحاول أدخل يدي من جوا وأزبطه، وبعد كذا أصنفر وأشتغل بإذن الله. كمان الاسطبات الخلفية فكيتها، الله يعين.
طيب قدام سويتها إن شاء الله بإذن الله. طبعا بعدين بياخذ لها معجون فيبر. سويت اللحام من جوا ومن برا ياخذ له معجون فيبر خفيف. أما هذا هنا، هذا شلون يتعدل؟ هذا طبعا في قطع في نفس الصدام من هنا، لكن لازم أول شيء أعدله، بعدين أصنفره، بعدين أحط له معجون فيبر. فشلون أعدله؟ راح أستخدم الموية الحارة، موية حارة، وأخذه بالعتلة لحد ما يتعدل معاي. الآن نعدلها إن شاء الله. والله العمال ما يشتغلون الشغل هذا. إن رديت العامل قال لك عمي جيب لي صدام، لا يا أبوي، حنا نقاتل لين نعدل. قلقت الموية، احترت إن شاء الله. بسم الله بسم الله. هذا بعد التعديل، والله ما أدري يزبط ولا ما يزبط، لكن نصنفره، نحط له معجون فيبر، ولو صاحبه يغيره يكون أحسن. لأن الصدام أساسا مرة قطع كامل. الحين جهزت. طبعا الصدامات راح أخليها آخر شيء، باقي الشمعات هذه بطلعها ما طلعتها. الصدامات راح أخليها آخر شيء، لأن شغلتها متعبة، أما صاحبها يغيرها ولا قاتلتها ما هي مشكلة. أهم شيء الحين الصنفرة، ببدأ أصنفر السيارة، راح أصنفرها على الماكينة. طيب الآن أبدأ بصنفرة 320 للسيارة كاملة، 320. نبدأ نصنفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نسيت النزازات حقت الموية هذه في الكبوت، راح أطلعها وأبدأ أصنفر على طول بإذن الله. تقريبا من الساعة 3 وأنا شغال صنفرة. صنفرت كبوت ولسه باقي مزيد أكرر عليه مرة ثانية. انتهيت من الكبوت، الآن في الرفرف شغال. طبعا في معجون سابق برضه لازم يتنظف صح. الله يعين.